السلام عليكم ورحمة الله. ملخص الجولة 18 من الدوري المغربي للمحترفين. النتائج: النادي المكناسي 0، المغرب الفاسي 0، نهضة الزمامرة 1-0 الوداد الرياضي، الرجاء البيضاوي 1-0 الدفاع الحسني الجديدي، الفتح الرباطي 2-0 اتحاد توارقة، اتحاد طنجة 0-0 الجيش الملكي. فيما باقي المباريات ستجرى يوم الاثنين إن شاء الله. قراءة سريعة لكل مباراة. الماس ضيع نقطتين ثمينتين امام الكوضيم، كانت غتخليه يهرب على المنافسين بفارق مريح من النقاط. نهضة الزمامرة فيسيس الوداد 1-0. مفاجأة الجولة، الوداد يواصل التذبذب ويضيع نقاط مهمة في سباق اللقب. الزمامرة يحقق فوز ثمين للهروب من مناطق الخطر. الرجاء فيسيس الدفاع الجديدي 1-0. فوز ذكي للرجاء، 3 النقاط ثمينة تبقيه في قلب المنافسة على اللقب، دفاع قوي وحسم اقتصادي. الفتح الرباطي فيسيس اتحاد توارقة 2-0. فوز مستحق للفتح، توارقة يدخل أكثر في حسابات الهبوط، الفتح يعزز موقعه في وسط الترتيب. اتحاد طنجة فيسيس الجيش الملكي 0-0. تعادل مخيب للجيش الملكي، إهدار فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة. اتحاد طنجة يخرج بنقطة مهمة. من هو المستفيد الأكبر؟ الرجاء البيضاوي الرابح الأكبر، فاز بالنقاط الثلاث. منافس مباشر الوداد خسر، منافس آخر الجيش الملكي تعادل. النتيجة: الرجاء ربح الجولة تكتيكيا ونقطيا. مستفيد ثانوي: نهضة الزمامرة، فوز مهم على فريق كبير، رفع المعنويات، زائد الابتعاد عن الضغط. الخاسر الأكبر الوداد الرياضي، هزيمة مفاجئة، ابتعاد عن الصدارة، ضغط جماهيري كبير قادم. الجيش الملكي تعادل بطعم الخسارة، ضيع فرصة تصدر الترتيب. الخلاصة: الرجاء يشعل سباق اللقب، الوداد يتعثر من جديد، الجيش يفرط في فرصة ذهبية، صراع الهبوط يشتعل أكثر.